فمك يا كابتشينو وفي نهاية فمك. وقفص مانجا وسيبي بقى في هدومك. فول قدرة وقهية بتنجان مع حبة توم ويا ليمون. كانيلوني وبروكلي وشوفان. سوشي وساشيمي وسيمون. مش وقراصية ويميش. خروب يرويك لما تعوز. وكوارع مع فتة وعيش. والفخدة الضاني مع اللوز. يا سلام على طاجن بامية وعليه حتة موزة. صينية بقلاوة ونبلع بكازوزة. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم مع اكلات الست نجوى. النهارده انا هعمل معاكم رز بلبن. انا كنت عاملاه قبل كده بس النهارده هعمله لكم بالشوكولاته عشان عيالنا طبعا قاعدين من المدارس وعاوزين الصبح حاجه حلوه. فانا صحيت من النوم فقلت هعمل لهم شويه رز بلبن يقوموا من النوم يفطروا بيهم. دلوقتي المقادير بتاعتنا ان دلوقتي كريم شانتيه، معانا كريم شانتيه، وده الشوكولاته اللي انا قلت لكم هعمل لكم رز بلبن بالشوكولاته، وده السكر، وده الرز، ده نص كيلو رز، وده كيلو لبن. بس انا معايا تاني احط كيلو لبن تاني على النص كيلو رز عشان احنا دلوقتي هنخليه كله لبن. احنا مش هنزوده ميه غير حاجه بسيطه. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك مع اكلات الست نجوى. النهارده دلوقتي هعمل معاكم الرز ابو لبن. يلا بينا على البوتاجاز اعمله معاكم. انا معاكم اهو، جيت على البوتاجاز حطيت شويه ميه صغيره اهي في الحله، ماشي، وهدلق معاكم اللبن. ده احنا هنعمله باللبن خالص، ماشي. ده كيلو لبن كبيته الاول اهو، وبعد كده اجي معاكم بالرز اهو، نص كيلو رز. احنا لازم نعمل شويه حاجات لعيالنا في البيت لان قاعدين على طول في البيت، خدوا الاجازه وقاعدين في البيت. دلوقتي انا هقلب معاكم الرز ابو لبن. معلقه اهي هقلبها معاكم. انا كنت عاملاه معاكم قبل كده بس عملته في طواجن في فرن البوتاجاز. دلوقتي انا هعمله لكم بالشوكولاته عشان اكترية العيال بتحبه بالشوكولاته، مش عاوزين المكسرات اللي فوق اللي هو بالسوداني والزبيب وجوز الهند، ده ما مش عاوزينه، احنا هنعمله بالشوكولاته. دلوقتي انا بقلب معاكم اهو. الرز ابو لبن ما بيتسابش من على النار، لازم تقلبي فيه على طول عشان ما يلزقش منك، ماشي. طيب شويه كده انا هجيلكم تاني. اديني بقلب فيها اهو. طول ما انت بتعملي رز بلبن ايدك ما تتسابش من عليه. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك مع اكلات الست نجوى، اكلها البسيط والحلو. مش عارفه انتوا ليه ناسيني في اللايك والاشتراك. واي حاجه تعوزوها اكتبوا لي على اكتبوا لي ليا صفحه اكلات الست نجوى، افتحوها وشوفوا اكلاتي واللي انتوا عاوزينه اكتبوا لي فيه، والوصفات كلها انا اكتبها لكم على الصفحه. انا هفضل اقلب معاكم اهو كده بس يغلي شويه. العيال في البيت بيبقوا عاوزين اي حاجه حلوه والجو حر طبعا، وحلو الرز ابو لبن لما بيتحط في التلاجة. قلبي فيه كده. انا مش هقفل معاكم الكاميرا، انا واقفه معاكم اهو. انتوا
احلى الحلويات هتشوفوها من اكلات الست نجوى دلوقتي. وفي حاجات حلوه انا لسه هعملها لكم. ده الرز ابو لبن، ده حاجات بسيطه خالص الناس بتعمله كل صبح، وهو حلو في الفطار الصبح يعني مش وحش. مثلا لو جوزك انت رايح الشغل الصبح هياخد طبق رز بلبن هياكله هيمشي كده ان هو فطر. طب انا ارجع لكم تاني، اول ما يغلي هرجع لكم تاني. بصوا كده، هو كده بيغلي يا بنات. بصوا بصوا اهو. في ناس بتحط له ميه من الاول، يعني اوله ميه كتيره فما بيشربش اللبن، ما بيبقاش حلو يعني ما بيبقاش طعم كده. احنا هنعمل معاكم اهو. بصوا ده اهو قرب يخش على السوا. بيبقى كمان ما بيشرب من اللبن، بيبقى ايه الرزايه بتاعته لما بتاكليها بتبقى حلوه. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك مع اكلات الست نجوى السهله البسيطه. انا بقالي كتير ما صورتش حقيقه، انا كنت تعبانه شويه فابتديت ان انا اصور اليومين دولت. قلت عشان الاولاد واخدين الاجازات من المدرسه، خدوا الاجازات فعاوزين حاجات حلوه وعاوزين اكل حلو، فابتديت ان انا اصور معاكم. انا بقلبه معاكم اهو وارجع لكم تاني كده. بصوا احنا هنقلب فيه تاني اهو كده. هو هيحتاج لبن، هكب معاكم كوبايه اللبن اهي واقلبه. بصوا هو زاد ازاي اهو، ده نص كيلو. لو احنا بقى جبنا طبق الرز ابو لبن ده بيطلع بقى ب10، وفي محلات بتبيعه ب15 كده. احنا توفير لينا للبيت. اليومين دولت عايزه التوفير صراحه يا ولاد، الحاجه غليت والاسعار عليت، فربنا يكون بعون معاه اولاد كتيره وربنا يساعد كل حي. بصوا حبايبي اهو، بصوا اللبن مخليه ابيض ازاي، عشان هو اصلا كله لبن كده يعني. حاطه له نسبه ميه بسيطه قوي في الاول مع اللبن. بصوا هسيبه حبه يغلي تاني، ولما يستوي انا هوريه لكم كده. انا اهو بقلب فيه اهو. لازم تقلبي في الرز ابو لبن. الرز ابو لبن لو ما قلبتيش فيه هيلزق. مش تحطي رز ابو لبن وتروحي تشوفي تعملي اي حاجه ثانيه، لا، ايدك في الرز ابو لبن لاخر ما تيجي تغرفيه تحطيه في الاطباقه تلاقيه مش ولا شايط ولا فيه اي حاجه. وانا هوريكم الحله من تحت، ويفضل الرزايه بالواحد ما يبقاش مكلكع. بصوا حبايبي اهو، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك مع اكلات الست نجوى. انا مش عارفه ليه انتوا بتحطوليش لايك واشتراكات، وعن فعل انا بحبكم وانتوا بتحبوني. وهبتدي اصور واوريكم الحاجات اللي انا هنزلها الجديده دي. هعمل لكم شويه حلويات برضو اوريها لكم، وبعد كده في الصفحات بتاعتي هنزل لكم الاكلات بتاعتي. انا هفضل اقلب فيه كده. ما تنسونيش في اللايك لايك لايك لايك. بصوا حبايبي كده، بصوا الرز عامله ازاي بالواحده اهي، عشان انا واقفه عليه ما بسيبوش.
لان انا بعمل اي حاجه بعملها لازم اقف عليها. مش ممكن ان انا اسيبها مثلا واروح اطلع بره المطبخ، لا، ما بطلعش بره المطبخ الا لما بخلص حاجتي. افضل اقلب فيه كده اهو. هو كده قرب يستوي. هقفل معاكم دلوقتي وارجع لكم تاني وهو داخل على السوا. كده حبايبي انا رجعت لكم تاني اهو. كده انا هحط معاكم الكريم شانتيه. لازم الرز ابو لبن يتحط له كريم شانتيه اهو. الكريم اهو شانتيه بودره بيخليه طعمه جميل. اللي هتقولي انت حطيتيه ليه كده ممكن يكلكع، لا مش هيكلكع. هوريهولكم ان هو مش هيكلكع. لان انا ايديا فيه، في ناس بتدوبه بشويه ميه، فانا مش عايزه احط رز ابو لبن وميه تاني. بصوا مش مكلكع، بصوا اهو. كده انا هحط معاكم المكونات كلها. انتوا هتقولوا لي بقى الكريم شانتيه يكلكع، لا الكريم شانتيه لو حطيتيه كده مش هيكلكع. بصوا اهو، بصوا حبايبي اهو كده في كلكعه اهو. رزايه بالواحده اهو. بصوا حبايبي اهو. طول ما انت بتقلبيه اول ما تحطيه على طول عمره ما يكلكع. يكلكع منك لو انت سبتيه وما قلبتوش. بصوا اهو ماشي. دلوقتي هنضيف معاكم الفانيليا. الفانيليا طبعا معروفه ان هي مش بتضافش وهو اللبن على البوتاجاز وهو لسه بيستوي. هو كده استوى معايا. كده انا هحط الفانيليا، حطيت فانيليا صغيره ما تكتروش لان هي ريحه بس. وهحط معاكم السكر. السكر على حسب ما انت بتحبي بقى، سكره كتير سكره قليل، ده طبعا ايه اللي انت عاوزاه. انا ما اقدرش ان انا اقول لك حطي كيلو ولا حطي نص، لان في ناس ما بتحبوش مسكر قوي وفي ناس بتحبه مسكر. فدي طبعا ايه حريتك انت، يعني طبعا اولادك ما بيحبوه. بصوا يا حبيبي اهو كده. انت بتحطي الرز لما السكر لما بتحطيه لما ايه بيخش الرز استوى ادوبه بس بياخد غلوه معاكي ونبتدي ندوقه. لو هو عاوز سكر تاني هنحط له. احنا خدنا كميه السكر كلها، ده كيلو الا ربع سكر. ماشي كده انا مش هحط له سكر تاني. كده بس هيغلي شويه مع السكر واروح طافيه عليه كده هصبه واوريه. بصوا يا حبايبي اهو. بصوا الرز. طبعا انتوا قلتوا رز بالشوكولاته اكلات الست نجوى، هوريكم الرز بالشوكولاته ازاي. انت كده لغايه الان ما حطيتيش شوكولاته، لا انا كده لسه ما حطيتش شوكولاته، بس هحط لكم الشوكولاته عشان في اولاد صغيره ما بتحبش المكسرات، فاحنا هنقدمه لهم بالشوكولاته عشان كمان يحبوه ياكلوه. ماشي. دلوقتي كده انا هروح اغرفه معاكم واوريه لكم. بص دلوقتي انا قلت لكم رز بلبن بالشوكولاته. دلوقتي احنا هنعمل كده اهو. ماشي. وهنعمل الطبق التاني.
هروح اخلصهم كلهم وارجع لكم تاني. ادي الرز ابو شوكولاته اهو، وعملت لكم طبقين بالمكسرات، اللي هو عاوز حابب المكسرات برضو، احنا عندنا بيحب كده وبيحب كده. ده رز بلبن بتاع النهارده، اكلات الست نجوى السهل البسيط. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك مع اكلات الست نجوى، ما تنسونيش في اللايك. احلى الاكلات هعملها لكم، انزل لكم احلى الحلويات برضو واحلى الاكلات. ما تنسونيش في اللايك، وشكرا لكم يا حبايبي.